بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حاب اشرح لكم عملية الترقية للإصدار 7 بدون أي مشاكل. طبعا بيتا 3 بدون أي مشاكل وبدون تسجيل UDID وبدون، طبعا تم التجربة على ايفون 5 وأنا أضمن العملية 100%. أول شيء المطلوب مننا إنه نحول لغة الجهاز إنجليزية. لازم إصدار جهازنا يكون 6.1.4، لازم يكون إصدار جهازنا 6.1.4، يعني لازم نسوي تحديث للإصدار هذا. ناخذ باك اب للجهاز، بس قبل ما ناخذ باك اب لازم منطقة التنسيق زي ما واضح معكم تكون المملكة المتحدة. لغة الجهاز لازم تكون إنجليزية زي ما واضح قدامكم، انجلش. نحول جهاز إنجليزي، لازم تكون المنطقة هنا لقينا الولايات المتحدة الأمريكية. حلو. بعدها نكون رقينا جهازنا على الإصدار 6.1.4. طيب ناخذ باك اب لجهازنا. بعد ما نرقيه نرجع الملفات عليه، نخلي لغته انجليزيه وناخذ له باك اب ولغته انجليزيه، ناخذ له باك اب ولغته انجليزيه. هذا شيء مهم. لازم يكون عندنا متصفح الجوجل كروم. حلو. نفتح الرابط هذا. طبعا الرابط هذا موجود عندي على مفضلتي على تويتر، في المفضلة راح تلاقونه على تويتر، رابط تحميل نسخة البيتا النسخة الثالثة. اوكي. طبعا معرفي على تويتر ما يحتاج لحن الأماني أو الهزازي 20 زي ما واضح قدامكم الهزازي 20. نروح هنا. طبعا لو تلاحظوا معي هنا اللي هو بيتا 3، في تحت موجود بيتا 2 لكن بيتا 2 وبيتا 1 فيها مشكل، ما انصح فيها أبدا. نختار بيتا 3. نختار نوع الايفون. اوكي. ايفون 4S، ايفون 5. طبعا الفايف عندنا في نوعين، نفس الشيء الفور والفور اس في نوعين، في نوع اللي هو بشريحة وفي بدون شريحة. طبعا احنا اللي دائما بنحمله اللي هو 29 هذا النوع. راح نختار لينك. طبعا زي ما قلت لكم لازم المتصفح يكون جوجل، يكون سفاري. نحط هنا علامة صح، نحط داونلود، يبدأ يحمل معنا ملف الفريموير كذا جالس يحمل. نخلي لين ملف الفريموير يحمل بشكل كامل، يكون موجود معنا ملف الفريموير على سطح المكتب. حلو. نفتح الايتونز. طبعا انا مرقي جهازي على سبعة اللي هو البيتا 3. زي ما قلنا لازم يكون لغة الجهاز انجليزي، لازم منطقة التنسيق تكون انجليزية. ناخذ باك اب، نسوي اسم الجهاز. نسمي الجهاز زي ما نبي، ناخذ له باك اب، نخلي لين ملف الباك اب يخلص كامل. بعد ما يخلص ملف الباك اب عشان نضمن ان عندنا نسخة لجهازنا، يفضل ان نعمل نسخة حتى على الاصدار القديم اللي هو على الاصدار 6.1.4 عشان لو صارت عندنا مشاكل ولا شيء نقدر نرجع للنسخة القديمة ونقدر ناخذ ملفاتنا بكل سهولة. طبعا هو الحين جالس يعمل باك اب لملفاتي. بعد ما يخلص الباك اب نضغط على زر شيفت الموجود في الكيبورد الخاص بالكمبيوتر، انتظر ثواني بس يخلص الباك اب. طبعا انا في حاجة الباك اب وجهازي واضح اللي هو اخر شيء 7. طبعا البيتا 3 ما في اي مشاكل، الاصدار الجديد ابدا. لو بيتا 3 انا اضمن لك ما في اي مشاكل، بس انت حول جهازك انجليزي، منطقة التنسيق تكون انجليزية، وهذا هو المهم. طيب خلينا نقول خلص الباك اب، انا ما احتاج باك اب. نضغط على شيفت ونضغط تشيك فور ابديت زي ما قلت لكم، شيفت وتشيك فور ابديت، ونختار الملف الفريموير اللي احنا حملناه. طبعا زي ما قلت لكم في عندك يجيك ايفون 5 2 ايفون 5 1. طبعا احنا اللي نستخدمه هنا في الشرق الاوسط ايفون 5 2، ونختار الملف وراح يتحدث جهازنا
ويشتغل بكل سهولة بدون ما تروح حتى ملفاتنا اللي موجودة اللي سوينا لها اللي استعدناها على الجهاز. بعد ما سوينا تحديث على 6.1.4 نرجع الملفات عليه راح نلقى الملفات موجودة زي ما هي. كنتم مع أخوكم لحن الأماني، معرفي على تويتر الهزازي 20. طبعا بدون ما تدفع فلوس، بدون ما حد يلعب عليك ولا شيء، تقدر تحدث جهازك الحين بكل سهولة.